كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة ان المصايف خلاص داخلة علينا، والناس اللي مش بتحب اكل بره، والناس كمان اللي رايحة الحج او هتروح العمرة ان شاء الله بإذن الله، الاكلة دي ليكي اكلة جميلة جدا بتستحمل معاكي فترات طويلة جدا. كفتة الرز من اجمل الوصفات اللي انا عملتها. بتستحمل معاكي، جميلة جدا، مظبوطة على الشعرة. هتعمليها وان شاء الله ربنا هيحسن ما بين ايديك وهتدعي لي بإذن الله. معانا لكل هنقول نص كيلو لحمة، عليهم بصلاية متوسطة، 3 معالق من الخضرة عبارة عن شبت وبقدونس وكزبرة، ومعانا معلقة كبيرة من توابل الكفتة، ومعانا 250 جرام رز مطحون، ومعانا نص معلقة بيكنج باودر. النص معلقة دي السحر في الكفتة كلها، هي اللي بتخلي فيها الطراوة وبتخلي فيها القرمشة وبتخلي فيها كل حاجة حلوة. جربوها وان شاء الله مش هتندموا. ومعلقة بابريكا، ونص معلقة ملح، ورشة فلفل اسود. هنضرب البصل والخضرة مع بعض لحد ما يطحنوا كويس، وبعد كده هننزل عليهم بالرز المطحون اللي هو النص كيلو لحمة، عليهم ربع كيلو رز مطحون. هنضربهم مع بعض لحد ما يتخلطوا مع بعضهم كويس، وهننزل عليهم باللحمة المفرومة بتاعتنا لحد ما يسمغوا مع بعض كويس جدا. دي للناس اللي ما عندهاش كبة، هتفضل تعجن فيهم عجنة كويسة جدا، وبعد كده او تدقهم في الهون بأي طريقة لحد ما تسمغ معاكي بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. وعشان نصبع الكفتة وما تلزقش معانا، تبل ايدك ببلة زيت كده، هتفضل معاكي لحد اخر صباع ايديك، ما فيهاش تلزيق وما فيهاش تلبيك ولا اي حاجة. هتقولي لي الكفتة بتاعتك لونها ليه ابيض كده؟ لا، انا ما بحبش الخضرة كتير قوي عشان ما تبقاش قلبة معايا بكفتة طعمية. لا، انا عاوزة احس باللحمة. واللي هيقول لي لا دي الكفته بنحط لها كيلو اللحمه عليه كيلو رز، لا، دي انت كانك بتاكلي رز مش كفته لحمه. انا بقولك انا عاوزه احس بطعم اللحمه واخد فوائد اللحمه بتاعتي. فانت لو مشيت معايا على الوصفه دي ان شاء الله هتبقى تمام. للناس بقى الموظفه، للناس اللي هي رايحه المصايف، تعملها وممكن تخزنها. لو ست بيت وحابه ترتاح تعملها وتخزنها وتصبعيها كده وترصيها في الاطباق الفل او في العلب البلاستيك، بس كل طبق بينهم كيس بلاستيك. او لو انت رايحه مصايف او عمره او حجه او اي حاجه، فانت ممكن تحمريها، وبعد ما تحمريها تخزنها في اكياس او في علب وتشيليها، تبقى جاهزة معاك على التسخين وعلى الاكل. وطبعا لو احنا هننزلها في صلصة، فاحنا هنعمل الصلصة بتاعتنا عبارة عن ايه؟ هناخد معلقة توم مفروم مع بصلاية متوسطة صغيرة ونشوحهم مع بعض، وبعد كده هننزل بالصلصة بتاعتنا لحد ما تتسبك شوية، وننزل عليهم شوية شوربة. وبعد كده هننزل نقطع بطاطساية قطع صغيرة، وبعد كده اول ما تبقى هتدخل على السوا ننزل الكفتة قلبة والتانية، وخلاص تبقى استوت دي مع دي. ونقدمها بألف هنا وشفا وهتاكلوها هتبقى جميلة جدا. بس ما تنسنيش في اللايك والصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتكتبي لي احلى كفتة من ايدي. وفايدة البيكنج باودر يا جماعة اللي هو بيخلي الكفتة هشة، مش مكتومة، مش معجنة من جوه، مستوية كويس جدا، جميلة جدا. تاكلها محمرة، تاكلها بالصلصة، في تلك الأحوال هي بتبقى جميلة جدا. وأنا هنا كنت بقدمها مع رز بالشعرية، وهنا كنت بوريك الكفتة بتاعتي بعد ما نزلتها في الصلصة بتاع اللي أنا عملتها، كانت تحفة جدا وجميلة جدا. يا ريت تجربوها وتمشوا على وصفتي، بس تعملوا لي لايك عشان غيرك يستفيد. للناس اللي حابة تروح مصايف، للناس اللي رايحة على العمرة، الناس اللي رايحة الحج، للست اللي بتشتغل، نافعة لكل حاجة. بتقعد فترات طويلة جدا، بتحتفظ بطعمها، جميلة جميلة جميلة. بس ما تنسيش تعملي لايك وتشيري الفيديو على قد ما تقدري، واحفظي الفيديو عندك عشان اكيد هتحتاجيه. وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسيش اللايك.